طبعا بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، النهاردة هناخد ونعرف مع بعض شوية نصايح تربوية هتساعدنا إن شاء الله في إن احنا نمر بهذا العام الدراسي بشكل يعني يكون مرضي لجميع الأطراف، للآباء والأمهات، للأبناء، يمكن كمان حتى للمعلمين في المدارس، لأن هم بيكون عليهم عبء كبير جدا. كان الله طبعا في عونهم وفي عون أولياء الأمور وفي عون أبنائنا الطلبة والطالبات. خلوني ارحب بضيفي اللي منورني دكتور شادي عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم. دكتور شادي اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. منورني. حضرتك منور الدنيا، شكرا جزيلا. خلاص بدأنا يعني منذ بداية هذا الأسبوع عام ايوه. دراسي. نتمنى إن شاء الله أنه يكون عام دراسي يعني جديد وسعيد على كل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية في مصر. عايزين نبتدي بمجموعة كده من النصايح النهاردة نوجهها لكل الأطراف، يعني لأولياء حاضر. الأمور، للطلبة، للمعلمين. حضرتك تحب تمام. تبتدي بمين الأول؟ انا احب الاول مهم. اكلم اولياء الامور. مهم. اكلم اولياء الامور واقول لهم يا ترى التعليم بالنسبه لنا مهم؟ يعني هل التعليم بالنسبه لهم مهم؟ مهم. طيب، علشان نتكلم عن التعليم عايز اقول لهم ان التعليم والقياده السياسيه بتوجه وزاره التربيه والتعليم بهدف ورؤيه تعليم مصر 2030. ايه مهم. هي الهدف بتاعهم وايه هي الرؤيه وايه هي التوجيهات بتاعه القياده السياسيه؟ مهم. هي بناء الإنسان المصري. إذا مهم. توجيهات القيادة السياسية لوزارة التربية والتعليم هي بناء الإنسان المصري، مش تعليم الإنسان المصري. يعني إيه بقى بناء الإنسان المصري؟ بناؤه اجتماعيا، ثقافيا، جسديا، كل فكريا. فكريا، مهم. كل ما يخص الطالب المصري من بنائه. ازاي احوله الى طالب مبدع ومبتكر، مهم. ازاي احوله الى رائد اعمال. كل ده دور المدرسة. صحيح، حتى صحيا برضه يا دكتور، يعني صحيح. الحملات اللي كل بتتعمل لكل الطلبة خلال العام الدراسي، طبعا حياة التأمين كريمة الصحي عاملة وغيره. مجهود مهم. يعني قوي جدا عشان الطالب المصري. الوزارة بتاعت التربية والتعليم بتعمل مجهود كبير جدا جدا مهم. جدا، وعامله مجهود كبير جدا السنه دي علشان طلبتنا وطلبه مصر. مهم. وعايز اوجه الرساله بقى والنصيحه الاولانيه لاولياء الامور. لو سمحتم، اول حاجه نعملها علشان الطالب يستمتع بالعام الدراسي، اول حاجه نتكلم بايجابيه عن المدرسه. مم. يعني اول حاجه لولي الامر، ما تتكلمش سلبي عن المدرسه، اتكلم بايجابيه عن المدرسه. نظم وقت ابنك، اسمعه، خلي عندك تواصل قوي جدا جدا. قدر اي جمله، اي كلمه ابنك هيرجع بيها من المدرسه اسمعها وقدرها. تواصل جيد جدا مع المدرسين. نظم وقته. عندنا اولادنا لما بيرجعوا من المدرسه ونقول لهم انتوا عندكم واجب 1 2 3 4 5 بيتشتتوا. مهم. لا، احنا ننظم وقتهم، نعمل خطط للمذاكرة 25 دقيقة ويرجعوا يرتاحوا 5 دقايق، 25 دقيقة تانية ويرجعوا 5 دقايق، كل 4 جلسات. يعني هنعتبر 25 دقيقة دي جلسة، مهم. يرتاحوا 5 دقايق بعدها. بعد 4 جلسات فترة راحة طويلة 15 دقيقة ل 30 دقيقة. يبدأ الدنيا معاهم منتظمة، ونبدأ بقى نشوف المشاكل ده اللي هو عندهم. اصلا 4 جلسات، ده كده حلو قوي. هو لو عمل يعني كده يبقى كويس إن يعني شاء الله. بالنسبه للمرحله السنيه، اه يعني انا لو الطلب مثلا في اه ثانويه عامه تحديدا كمان، لا ده عايز له الجلسات دي أنا كتير. عايز أوجه مهم. كلمة لأولياء الأمور، مهم. كلمة مهمة جدا جدا جدا، ويجربوها وإن شاء الله بإذن الله مش هيندموا. تنوع مصادر المعرفة. يعني أنا ابني لما يجي ومطلوب منه ورقة وقلم، طب ما أنا أجرب. امبارح تم فتح منصة البث المباشر. مهم. منصة البث المباشر من سنة رابعة لتالتة ثانوي، عبارة عن حضرتك هتكتب على أي محرك بحث منصة البث المباشر، هينزل جدول. مهم. جدول زي جدول المدرسه بالظبط، فتره صباحيه وفتره مسائيه. ابدا حضرتك قول بس انا سنه رابعه وترم اول، هتيجي تبص تلاقي مدرسين من افضل مدرسين مصر بيشرحوا المنهج كله. وعندك لو حضرتك هتستخدم تاب او هتستخدم مهم. كمبيوتر، عندك ايقونه تحت مكتوب فيها اسال مدرسك. يعني معنى الكلام ده ان في تواصل. طيب، صحيح. مهم. انا بقى لو انا الجدول بتاعي عندي فتره انا مانيش فاضي فيها، ممكن اتفرج على الحصه اللي فادتني على اليوتيوب، لان في مهم. قناه تبع البث المباشر هيتحط عليها كل المواد دي تبع وزاره التعليميه. التربيه والتعليم تبع وزاره التربيه والتعليم، القناه دي. بدات مهم. امبارح
بدات امبارح من اول رابعه ابتدائي لثالثه ثانوي. دي منصه البث المباشر، منصه اكثر من رائعه، قائم عليها افضل المعلمين. وفيها بقى حاجه علشان الساده اولياء الامور اللي بيقلقوا شويه من نظام التقييم الجديد والاسئله الجديده اللي بتدعو للفهم، وبنبعد شويه عن الحفظ والتلقين. الاسئله بتاعتنا اسئله بتدعو للتفكير الناقد، فهيتدربوا على نوعيه من الاسئله مش هتبقى موجوده في الكتب الخارجيه، ومش هتبقى موجوده غير في كتب وزاره التربيه والتعليم وعلى المنصات اللي بتوفرها وزاره التربيه والتعليم. طيب دي أول نصيحة أو مجموعة النصائح بالنسبة لأولياء الأمور. طيب عايزين نتكلم بقى شوية مع الطلبة ونحمسهم شوية لأن هم يجتهدوا قدر المستطاع، وبعدين ننتقل بقى للسادة المعلمين والقائمين على العمليات التعليمية. أول نصيحة لولاد الطلبة إن هم ما يغيبوش من المدرسة. أول حاجة حافظ على حضورك في المدرسة. تاني حاجة، أول ما الأخصائي الاجتماعي يبدأ يوزع الأنشطة، شوف النشاط اللي أنت هتتميز فيه أو اللي أنت حبه وابدأ اشترك في الأنشطة. أنشطة اجتماعية، أنشطة ثقافية، أنشطة فنية. السنة اللي فاتت كان في مسرحة المناهج، وكل أو نسبة كبيرة من مدارس مصر بدأت مسرح المناهج وبدأت تعمل مسرحيات. يعني مثلا منهج التاريخ عندنا، منهج الفرعوني، بدأوا يعملوا مسرحيات. أنا مش محتاج إن أنا أخلي الولد يحفظ، مجرد إن هو يشترك في حوار هيعرف الشخصيات، هيعمل تحليل للشخصيات، هتبقى حاجة جميلة جدا. صحيح. أنا هعرف منين إن الطالب ده كويس في الشعر إلا إذا مارس هذا النشاط. الممارسة النشاط عندنا لها يعني وعي قومي شوية. ليه؟ لأن الطالب وزي ما سيادة الوزير قال عمره ما هيشخبط على حيطة هو ساعد في دهنها. صحيح. إذا ممارسة الأنشطة مهمة جدا جدا جدا. عفوا. مساعدة زمايلهم، العمل الجماعي والعمل الفردي، ده مهم جدا 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 لولادنا الطلبة. الأنشطة طبعا ليها دور مهم جدا جدا طبعا في إن توصيل المعلومة بشكل يختلف عن الشكل النمطي التقليدي اللي احنا متعودين عليه يعني. طبعا. طيب بالنسبة بقى للمعلمين، تحب تقول لهم ايه مع بداية العام الدراسي؟ المعلمين والمديرين. تمام. أي تجارب وأي خطة تربوية بتقاس مدى إجادتها بدرجة كفاءة الإدارة المدرسية. أي خطة تربوية بتقاس كفاءتها وتقاس مدى نجاحها بكفاءة الإدارة المدرسية. هنا أنا بوجه شكر لمديرين المدارس أولا، لأن بقالهم فترة من شهر 1/8 وهم واقفين على رجليهم للاستعداد للعام الدراسي الجديد، من بنية تحتية، من بنية تكنولوجية، من دهان سور، من سباكة، من كهرباء، من تغيير سبورات. المديرين، وبحيي مديرين وهم المديرين دول فعلا بعتوا صور وعملوا شغل اكتر من رائع، وقفوا وبذلوا مجهود جميل جدا جدا جدا. المعلمين بقى، الوزارة دربت في الصيف اللي فات ده مجموعة كبيرة جدا 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 من المعلمين للمناهج الحديثة، وخصوصا المناهج الأولانية اللي هي 4 و5 و6، وفي تكامل كبير جدا بين مدرسين العلوم والرياضيات السنة دي. وفعلا احنا المعلمين بتوعنا معلمين متميزين جدا. بدأ كل معلم يفعل الإيميل الموحد، بدأ كل معلم يدخل ويبقى له صفحة على بنك المعرفة، بدأ كل معلم يجيب الأدوات بتاعته والمصادر الرقمية بتاعته من بنك المعرفة، وبدأ يستفيدوا من الدفاتر اليومية، بدأوا يستفيدوا من خطط الدروس، بدأوا يستفيدوا من المذكرة الرقمية. والسنة دي هيكون في تفاعل وهيكون في اندماج كبير جدا جدا بين الوسائل التكنولوجية اللي الوزارة موفرها وبين الوسائل الرقمية الأخرى، والمعلمين مدربين جدا إذا كانوا معلمين تنمية مهنية أو معلمين تخصص. فالمعلمين السنة دي جاهزين جدا إن شاء الله بإذن الله، وفي خطة جيدة جدا جدا لرفع مستوى الولاد، وهيكون في تعاون كبير جدا بين المعلمين بينهم وبين بعض. وعندنا السنة دي المعلم المتواصل إن شاء الله بإذن الله هيكون متواصل مع زملائه ومع الطلبة ومع أولياء الأمور بإذن الله. خلينا نتكلم شوية يا دكتور عن فكرة معاونة أولياء الأمور للطلبة في المذاكرة وفي أداء الواجبات المنزلية بتاعتهم. إيه شكل المساعدة دي وإيه حدود المساعدة؟ إحنا طبعا أول ما الطالب بيرجع من المدرسة لازم أنا أسأله أنت أخدت إيه؟
اذا لازم اول حاجه اتابع الواجب المدرسي، وابدا اشوف ايه المواد اللي محتاجه فعلا مساعده، وابدا اتواصل مع ابني وابدا اساعده. ابدا بقى اشوف هل ابني ده عنده مشكله في بعض المواد، وابدا ان انا انوع في المصادر زي ما حضرتك المصادر قلت. بتاعتي. دي يعني حاجه انا مهمه مش قوي. لازم كل حاجه بالورقه والقلم. يعني انا لا، مش دوري في المساعده اللي في حدود المساعده اللي احنا بنتكلم فيها، يعني عندي حدود للمساعده، مش هعمل له انا الواجب. لا، مش هقعد ما اقرا له انا ينفعش. وهو قاعد لا 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 لا. يسمع، مش بحكي له ما هو حكايه. انا 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 اساعده في انه يعمل بحث. النقطة اللي حضرتك م- قلتها من أجمل النقاط. ليه؟ عشان م- أنبه أولياء الأمور لحاجة مهمة جدا. م- النظام التعليم الجديد قائم على الطالب. م- يعني سيب الطالب يغير، سيب الطالب يبدع، سيب الطالب يفكر، سيب الطالب يقرأ. وانت هتكون ملهم له عن طريق انك بتتعاون مع مدرس المدرسة، وهتبدأ تستجيب والطالب هيبدأ يستجيب معاك. بس حضرتك ابدأ قول له انت معروض عليك ايه. يعني انا ممكن اتفرج على تلفزيون م- على القنوات بتاعت مدرستنا واحد ومدرستنا اتنين ومدرستنا تلاتة، وبتعرض دروس وبتعرض شرح جميل جدا. م- طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا المنصات الرقمية، وعندنا المذكرة الرقمية، وعندنا منصة ذاكر، وعندنا م- حاجات جميلة جدا. طب نشوف بقى هو حابب ايه. ما اصل الطلبة مختلفين، صحيح. ولادنا م- مختلفين، ودرجة استيعابهم مختلفة، وطريقة تفكيرهم مختلفة. في ولد هو ما يقدرش يقعد على الكتاب، هو لازم يتحرك. اذا م- انا، ودي نقطة مهمة جدا 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 للأمهات اللي ولادهم عندهم فيها تشتت، لو سمحت ظبط أو حضر المكان اللي بيذاكر فيه. ابعد أي حاجة ممكن تلفت انتباهه وتشتته. لازم م- توفر له مكان آمن، مكان بسيط علشان يقدر يركز فيه. الحاجة التانية وبنبه فيها الأمهات كويس جدا وبتأثر على أولادنا خلال فترة الدراسة، هي فترات النوم والأكل. آه. فترات النوم لازم الابن ياخد فترات النوم الكافية. لازم انظم وقته نومه، لازم اظبط اكله واشوف الاكل ده. في اكل بيدمرني، في اكل بيدمر الولد، بيقلل الذكاء وبيقلل التركيز، وفي اكل تاني بيزود درجات التركيز. اذا م. انا اهتم بالنوم، اهتم بالاكل يعني الاكل بتاعه، يكون صحي، الاكل يكون الاكل صحي البيتي الصحي، صحي، يعني هو محتاج الاطفال. وبالتعاون مع م. المدرسة. خصوصا انه في يعني مرحله جسمه بيتكون فيها. ده في يعني تعليمات مشدده للمدارس بمنع دخول الاكلات السريعه والاكلات المصنعه. اه. مفيش في الكانتين الكلام ده. مهم. يعني الكانتين بتاع المدرسه ما هيكونش فيه الاكل اللي بيسبب في مواد حافظه، بتسبب ارهاق للولاد، بتسبب عدم تركيز. مهم. الولاد لما بتاخدها فعلا بتتعب، فعلا بتتعب. لما قلنا في الاول خالص التوجهات السياسيه ببناء الانسان المصري، برضو الستاندرد بتاع الولد اللي هو الوزن بتاعه. مهم. فانا لو اهتميت باكله واهتميت بنومه وكان صحي هيقدر يذاكر، هيقدر صحيح. يقعد. انما لو هو عنده مشاكل في مهم. الظهر، في الرجلين، وتخمة في بتاع مستمرة من كتر اه الأكل طبعا. لا، مهم. احنا يبقى انا دلوقتي اهتم كويس قوي اظبط مواعيد نومه. مهم. لازم ياخد قسط من النوم كافي. لازم ما يبقاش رايح المدرسه مجهد. مهم. احنا شعارنا السنه دي الولاد هيروحوا سعداء ويرجعوا سعداء. ويرجعوا سعداء، والمدرسه مستعده. احنا عندنا السنه دي اكتر من 770 مدرسه تم بنائها حديثا، مهم. مجهزه الكترونيا. مجهزه الكترونيا، يعني الرابعه وخمسه وسته هيستمتعوا جدا 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 بالتدريبات، الالعاب اللي موجوده داخل المنهج. مهم. يعني في تدريبات العاب زي من سيربح المليون، زي البلالين، في حاجات جميله جدا هو هيستمتعوا بيها. شجعوا مهم. الولاد ان هم يروحوا المدرسه، هيستمتعوا. تواصلوا مع المعلمين والمعلمات، تواصلوا مع اداره المدرسه. نصيحه لكل ولي امر، مهم. خليك متفاعل. عايز ابنك يكون متحمل المسؤولية، عايز ابنك ما يكونش متنمر، عايز ابنك ما يكونش عنده مشاكل، رقم واحد كن انت القدوة. صحيح. طيب دكتور شادي، من أهداف وزارة التربية والتعليم لما أطلقوا المنظومة التعليمية الجديدة هو إنه التعليم يصبح متعة. طبعا فعلا. فكرة بناء الانسان الإنسان، المصري التعليم يكون متعة، ايوه. وإنه الطفل يعيش المرحلة السنية اللي هو فيها. اللي هو فيها. فازاي احنا نعمل ده من خلال اولياء الامور؟ احنا يعني ما يعني اللي عايز اقوله ان مش عايزين نشدد قوي على الطلبه. نصيحه حضرتك في انه عدم التشديد قوي على الطلبه في مساله المذاكره والحاجات دي، عشان بدل ما التعليم يعني يبقى متعه وان انا استمتع بالعمليات التعليميه وبالواجبات المنزليه اعملها بالشكل اللي المفروض اعمله،
التعليم بالنسبه للطلبه يصبح يعني عبء وحمل. بالظبط. طيب، هل انا لما اشد على ابني جامد هل هو كده هيحقق الاهداف اللي انا عايزها، ولا انا بقتل عنده؟ انا من وجهه نظري انا هو اه هيحقق يعني مش وجهه اه نظري انا اه كايمن، يعني لا، انا من كولي وجهه الامر. نظري كولي امر اه هو شايف انه لما هيشد على الطالب هو كده بقى يعني ما هو ده بيصحح كان له التعليم مسار زمان. حياته. ده كان التعليم زمان اللي كان مهم. قائم على الحفظ فقط. مهم. لكن التعليم بتاع الحفظ فقط وصلنا لايه؟ عندنا كام باحث علمي؟ مهم. عندنا كام عالم؟ اذا لازم هل احنا لما نبني الانسان المصري احنا بنبنيه لمصر فقط، ولا بنبنيه للعالم عشان اخرجه للعالم؟ مهم. اذا انا بوجه ابني، بوجه بنتي علشان يكون انسان مبدع رائد اعمال للعالم كله، اقدر ان انا اخرجه يعمل وينتج ويبدع في العالم كله، اذا كان العالم العربي او العالم الاجنبي. مهم. طيب احنا دلوقتي سريعا بقى يا دكتور عشان وقت حلقتنا. حاضر، انا بس نفسي اولياء الامور واحنا في بدايه السنه لو سمحتم تواصلوا مع مديرين المدارس، مجلس الامناء. مهم. مجلس الامناء هيجي لحضرتك دعوه، لازم حضرتك تشارك في مجلس الامناء. مهم. لازم حضرتك تشارك في مجلس الامناء، هناك حضرتك هيتم بقى شريك. مناقشه الاشياء زي كل عدم ما يخص النثقل على الطلبه. الطالب والمدرسه سوف يتم مناقشته في مجلس الامناء والمعلمين. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شادي انا عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم. انا سعيد نورتني يا جدا. فندم النهارده. انا اشكرك سعيد على جدا. كل النصائح اللي قدمتها لنا. ربنا يخلي شكرا يا سعادتك، فندم. وانا سعيد جدا، وكل عام وحضراتكم كلكم بخير. مشاهدينا، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. يا رب نكون قدرنا نزود عند حضراتكم يعني رصيد المعلومات الخاص بالتعامل مع أبنائنا الطلبة والطالبات مع بداية عام دراسي جديد. نتمنى يا رب أنه يكون عام سعيد على الجميع. بنشكركم على حسن متابعتكم، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جديدة، وحتى حين هذا الموعد أترككم في أمان الله.